السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم 3 دعوات في يوم عرفة هتغير حياتكم كلها. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم ان يوم عرفة هو افضل ايام العام، بل افضل ايام العمر، يوم محوري جدا في حياة المسلم، ممكن تتغير حياتنا كلها في هذا اليوم المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى، بل وتتغير مصائرنا في الدنيا والآخرة في ذلك اليوم بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب نعمل ايه بقى في هذا اليوم؟ سواء كنا في الحج او كنا في غير الحج، ندعو بايه في يوم عرفة؟ ندعو بكل ما يأتي على بالنا وعلى خاطرنا، طالما انها دعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها إحدى 3. يعني أي دعوة بندعيها ربنا بيدينا حاجة من 3: إما أن يعجل للعبد دعوته في الدنيا، إما أن ربنا يستجيب لنا دعائنا في الدنيا، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها، يعني يرفع عنه من الأقدار السيئة مثلها، يعني يكون هيحصل له مشكلة، تكون نزلة مصيبة أو ابتلاء أو حاجة، فيدفع المولى عز وجل هذه المصيبة بهذا الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. فيتمنى العبد يوم القيامة أن الله عز وجل ادخر له كل أدعيته إلى يوم القيامة ليفرج عنه بها كربات يوم القيامة. إذن فأي دعوة تخرج من القلب فهي أفضل دعوة بفضل الله. ويا حبذا لو نتعلم بعض دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الأدعية الجامعة. لكن عموما عايزين نركز على 3 دعوات أنا بعتبرهم أهم 3 دعوات في ذلك اليوم. الدعوة الأولى هي ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مالك بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك يا ربي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أفضل الدعاء، يعني أفضل دعاء في السنة كلها هو دعاء يوم عرفة. طب إيه الدعاء اللي بتدلنا عليه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت، مش هو لوحده، قال: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، كل الأنبياء دعوا بهذا الدعاء في يوم عرفة. قال: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قل لي بس ده مش دعاء يا شيخ محمود، إنما هو ثناء وتوحيد لله سبحانه وتعالى. أقول لك صحيح. ولذلك لما سألوا الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة، قالوا له: يا إمام، يعني بالنسبة مثلا على سبيل المثال دعاء الكرب أو دعاء تفريج الكرب، هذا ليس بدعاء وإنما هو ثناء. يعني دعاء تفريج الكرب ماذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم؟ إن دعاء تفريج الكرب هو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هل فيها كلمة دعاء؟ والله ما فيها دعاء، وإنما هو ثناء وتوحيد لله سبحانه وتعالى. فراح الإمام ضرب لهم مثل بسيط جدا، قال لهم: كان هناك رجل شاعر فقير اسمه أمية ابن أبي الصلت، ذهب في يوم من الأيام وهو في حاجة إلى المال، ولكنه كان حييا، كان عنده حياء، فذهب إلى رجل من أجواد العرب اسمه ابن جدعان. فراح لابن جدعان اللي هو عبد الله بن جدعان، فذهب إلى ابن جدعان وقال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني بيقول له: أقول لك أنا محتاج إيه ولا يكفيني حياؤك وأنت تفهم أنا ماذا أريد؟ فما كان من عبد الله بن جدعان إلا أن أخرج سرة من المال وأعطاها لأمية ابن أبي الصلت. فقال الإمام سفيان بن عيينة لتلاميذه، قال لهم: فهذا عبد
رضي بالثناء بدل الطلب، فكيف برب الأرض والسماء؟ يعني إذا كان هذا العبد رضي بأن هذا الرجل أثنى عليه فأعطاه المال، فإذا أثنينا نحن على الله سبحانه وتعالى فكيف لا يعطينا؟ وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، هو الذي لا تنفد خزائنه. فهو القائل كما عند مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. يبقى إذن أول دعاء هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما شاء الله. وممكن نكملها: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى أول دعاء نحافظ عليه هو هذا التوحيد والثناء، إن احنا نكثر في يوم عرفة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء الثاني هو الدعاء الجامع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة من بعدهم، وهذا الدعاء أنا بعتبره هو من أجمع الأدعية التي دعا بها النبي، فإذا دعونا به كأننا دعونا بكل دعوة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة وإلى آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء الجامع، وأرجو من حضراتكم اكتبوه في ورقة والله العظيم. يبقى الدعاء الأول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء الثاني اكتبوه بقى: قال صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رب العالمين. دعاء عظيم جدا يشمل الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يتبقى لنا الدعاء الأخير. ما هو الدعاء الثالث والأخير؟ إن أي أمنية وأي حاجة تتمنوها في حياتكم سواء حضرتك أو حضرتك ما عليكم إلا أن تدعوا بها لمن حولكم من المسلمين، وعندنا ملك موكل يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم، نفس المعنى بقى، ما من أمة مسلمة تدعو لأختها المسلمة. يبقى ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بدعوة بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل. ومن المعلوم أن دعاء الملائكة مستجاب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أعظم 3 دعوات في يوم عرفة زي ما قلت لحضراتكم اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والدعاء الثاني الطويل الذي ذكرته لحضراتكم: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله إلى آخره. تمام. والدعاء الثالث: كل ما يخطر على بالكم، كل أمنياتكم، كل حاجة تتمنوها في الدنيا والآخرة ادعوا بها للمسلمين. تمام. اللي ما اتجوزتش يا رب اللهم زوج بنات المسلمين، اللي فقير يا رب اغني فقراء المسلمين، اللي مريض يا رب اشفي مرضى المسلمين، وهكذا.
اللي عنده كرب يا رب فرج كرب المسلمين. فالملك يقول آمين ولك بمثل، أي بمثل كل هؤلاء من المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. حافظوا على تلك الدعوات الثلاثة بفضل الله، وأبشروا بكل خير في الدنيا والآخرة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.